بيتعرض دلوقتي مسلسل اسمه إقامة جبرية لهنا الزاهد. هنا الزاهد عاملة فيه دور جميل جدا، وأعتقد ده هيبقى نقلة فنية حلوة جدا في مشوار هنا الفني. المسلسل ده بيثبت فكرة إنه ممكن جدا يبقى حوالينا ناس مرضى نفسيين ومؤذيين جدا للي حواليهم، ويمكن لأقرب الناس ليهم. مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد. بتبدأ الحلقة الأولى بمشهد لهنا الزاهد اللي هي سلمى داخلة تشوف جثة جوزها في المشرحة، وبتبقى بتعيط ومنهارة ومتأثرة جدا. وفجأة بتدخل عليها المشرحة حماتها وهي منهارة، وبتدعي عليها وبتقول منك لله يا شيخة انت اللي قتلتيه. ازاي كل الدموع والانهيار اللي هي فيه ده على جوزها، ومع ذلك حماتها بتقول ان هي اللي قتلته. وطبعا لانها قضية قتل فوكيل النيابة بيحقق مع سلمى في وجود المحامي بتاعها. وسلمى برضه بتتكلم وهي منهارة من العياط. ولما وكيل النيابة بيسألها عن طبيعة العلاقة بينك وبين جوزك، بتبدأ سلمى تحكي آخر حاجة حصلت بينها وبين جوزها في آخر ليلة. جوزها اللي هو أحمد حاتم، اللي هو سيف، وإيه اللي يخليهم لما يشرحوا الجثة يلاقوا كمية كبيرة من المخدرات. وبتبدأ سلمى تحكي إن العلاقة بينها وبين جوزها كانت متوترة جدا، وإنها من كتر غيرته وشكه وضغطه عليها طلبت منه الطلاق، وهو طلب منها إنهم يقضوا آخر ليلة بس في الفندق. ولما سيف في الوقت ده حاول يقنع سلمى إنها ما تسيبوش، وسلمى رفضت رفض تام، وده اللي خلى سيف انتحر، رمى نفسه من البلكونة. وبتدخل سلمى في حالة اكتئاب لمدة 3 شهور، بتكون لابسة اسود وقافلة عليها بيتها ومش بتخرج خالص من كتر حزنها على جوزها. في الوقت ده بيظهر مين بقى؟ موسى، الشاب الأمور مفتول العضلات عريض المنكبين اللي بيفوز ببطولة السباحة، واللي بتشجعه مامته اللي هي صابرين. مين بقى بتكرش على موسى وهو مش معبرها خالص؟ كنزي، بنت صاحبة مامته، ومامته نفسها تجوزها له، لكن هو ولا معبرها ولا في دماغه، مش بيحبها. دي صاحبة سلمى اللي بتحاول تخرجها من الحالة اللي هي فيها، ودي الدادة بتاعتها اللي بيحاولوا يقنعوها انها تخرج من الحزن ومن حالة الاكتئاب اللي هي فيها، وبتضغط عليها صاحبتها علشان تلبس وتخرج معاها. ده عم موسى اللي هو اخو باباه. وبنفهم هنا ان والدة موسى اللي هي صابرين قطعت علاقته بوالده من سن 4 سنين، وانها مخبية عليه حقيقة والده والشغل اللي كان بيشتغله والده، لانه كان بيشتغل شغل مشبوه. ولما عم موسى بيظهر وبيحاول يقرب من موسى، والدته بتمنعه وبتقوله مالكش دعوة بابني. اما موسى فواضح ان علاقته كويسة جدا بمامته، وانها ملهاش غيره، وهو كمان بيحبها جدا. ونقطة الخلاف الوحيدة بينهم انها عايزة تجوزه كنزي. وبتقرر سلمى انها تروح لدكتورة نفسية. مين بقى الدكتورة النفسية دي؟ والدة موسى. وبتحكي سلمى للدكتورة النفسية كل حاجة، وبتقول لها الحقيقة إن جوزها ما انتحرش، إن هي اللي قتلته. وهنا بنعرف إن اللي حصل عكس اللي حكيته سلمى لوكيل النيابة نهائي. اللي حصل في الليلة اللي انتحر فيها سيف إن هو اللي كان عايز يبعد عنها ويطلقها، وإن هي اللي كانت بتترجاه إنه ما يبعدش عنها وما يسيبهاش، وإنها ممكن تموت من غيره. ولما بيصمم سيف على الطلاق وإنه مش قادر يكمل معاها ولا يستحملها، بتحط له في المشروب بتاعه مادة مخدرة. ولما بيقف سيف في البلكونة بيبقى دايخ شوية وتوازنه بيختل، وهي اللي بتزقه وبتوقعه من فوق. ولأن مفيش أي شهود إن هي اللي عملت كده، فبتتأيد القضية إن هو انتحر. ودلوقتي محدش عارف الحقيقة دي غير الدكتورة النفسية بتاعت سلمى اللي هي والدة موسى. فصابرين بتتخض وبتتفاجئ جدا من الكلام اللي سلمى قالته، مع ان رأيي الشخصي ان صابرين في الموقف ده او في المشهد ده كانت المفروض يبقى عندها ثبات انفعالي اكتر من كده، لانك مش انسانة عادية، انت دكتورة نفسية، فالمفروض المشاعر اللي جواكي ما تظهرش للمريض. سلمى طبعا انسانة غير سوية ومريضة نفسيا، ومرضها خطر عليها وعلى اللي حواليها. بيحصل موقف مثلا انها بتكون راكبة عربيتها والعربية بتقف في اشارة، فبيقف قصادها شاب في عربيته وبيطلب منها انها تيجي تركب معاه، وبتنزل سلمى بآلة حادة وبتكسر العربية. هنا الزاهد هنا ممثلة جامدة جدا، على قد براءتها ووشها الجميل اللي أصلا كله براءة، لكن بتقدر تتحول بملامح وشها لنظرة غريبة جدا وملامح تخوف وفعلا تخاف منها. أما والدة موسى اللي هي الدكتورة النفسية بتاعت سلمى بتروح تحكي اللي حصل لدكتور زميلها لكن أكبر منها وأقدم منها في المهنة، وبيقول لها دي ما بقتش كده مريضة نفسيا، دي مجرمة ولازم تبلغي البوليس. ولما بتقول له أنا ما عنديش، فبيطلب منها إن المرة الجاية لما تجيلك سجلي لها، وبالاعتراف ده هنقدمه للنيابة. بنلاحظ كمان إن سلمى والدها ووالدتها متوفيين، وواضح إن هما متوفيين من وهي صغيرة، وحالتها المادية أو مستواها المادي حلو جدا، وعايشة في فيلا طويلة عريضة لوحدها، ومفيش حد معاها غير أم عيد اللي بتخدمها، وطبعا صاحبتها اللي بتجيلها من وقت للتاني. بنلاحظ إن سلمى بدأت مرحلة جديدة في حياتها، خلاص خرجت من حالة الاكتئاب، لبست ملون، حطت ميك اب، وكمان سافرت تغير جو، وبدأت تدلت صور سيف من على التليفون. موسى كمان شد مع مامته بسبب خوفها الزيادة عليه وسافر يغير جو مع أصحابه. وبيمر شهرين وبتكرر سلمى الزيارة للدكتورة النفسية تاني، لكن بتروح لها المرة دي بشكل جديد، مش لابسة أسود، شكلها أمور ومتفائلة
وبتقول للدكتورة إنها دخلت في علاقة جديدة وإنها دلوقتي بتحب. والدكتورة بتستغرب جدا إزاي في خلال المدة القصيرة دي قدرتي تخرجي من حالة الاكتئاب. وكمان سلمى قالت لها إنها ما خدتش الأدوية اللي كانت بتديها لها. وبتفتكر الدكتورة كلام زميلها لما قال لها سجلي لسلمى لما تجيلك، وبتبدأ فعلا تفتح الموبايل وتسجل لها. لكن سلمى كانت أذكى منها بكتير، ولما الدكتورة بدأت تتكلم معاها وافتكرت إنها كده بتوقعها في الكلام وقالت لها لما قتلتي جوزك، فسلمى ردت وقالت أنا جوزي ما اتقتلش، أنا جوزي انتحر. وبتبدأ سلمى تتحول بملامح وشها لشكل غريب جدا، ملامحها فعلا تخوف. وبتمسك موبايل الدكتورة وبتوقف التسجيل وبتقول لها اللي في دماغك ده مش هيحصل. بالمناسبة عايدة رياض قايمة بدور والدة دينا صاحبة سلمى، وكمان عمية مش بتشوف. مش عارفة ايه الحكمة من المخرج انه يطلعها عمية، بس هنعرف. دينا عندها محل كلاب بيبيع كل حاجة خاصة بالكلاب. موسى بيكلم مامته بيقول لها حضري عشاء، في حد جاي يتعشى معانا. وبتتفاجئ والدة موسى انه داخل وفي ايده سلمى، وبتتخض جدا. وسلمى بتبص لها بصة تحدي، اللي هو يعني مش ده ابنك، اهو انا هاخده منك. وبتبدأ تسأل نفسها ازاي اتعرفت على موسى وامتى. وبيعتذر موسى لسلمى عن مقابلة مامته السخيفة ليها، لكن هي بتقوله عادي وغيرانة وخايفة على ابنها. انا هدخل وراها المطبخ احاول اساعدها وافتح كلام معاها. وبتدخل سلمى وراها المطبخ وبتبدأ تحكي لها ازاي رسمت خطتها على موسى. وبتقول لها انها حبته من اول يوم شافته مستنيها تحت العيادة، وانها دورت على الفيسبوك بتاعه وعرفت هو بيتمرن فين، وبدأت تروح النادي وتلفت نظره علشان يشوفها ويعجب بيها. وبدأت كمان تروح الجيم اللي بيتمرن فيه علشان يشوفها معظم الوقت. ومن وقتها أخدوا أرقام بعض وبدأوا يتكلموا، وإن السفرية اللي سافرها موسى كانت هي معاه. وهناك في السفرية دي قربوا من بعض جدا وحبوا بعض. وبتعترف سلمى للدكتورة إنها بس في الأول كانت عايزة تصاحبه علشان تضمن إن مامته مش هتقول على السر اللي هي عارفاه، لكن بعد كده حبته. ولما الدكتورة بتهددها إنها هي اللي هتقوله، بتهددها سلمى وبتقول لها لو قلتيله هقتلهولك. وبتحاول والدة موسى إنها تعدي اليوم واليوم يمشي، وبعد كده بتطلب من موسى إنه يبعد عن البنت دي خالص. لكن موسى بيقول لها إن هي البنت الوحيدة اللي دخلت قلبه، وإنه مش هيقدر يبعد عنها ولا يتخلى عنها. وكمان إنها صعبانة عليه جدا لأن والدتها ووالدها متوفيين، وكمان جوزها مات. وبيرجع موسى يعتذر تاني لسلمى عن الطريقة اللي مامته عملتها بيها، لكن سلمى بتقوله إنها متفهمة جدا إنها أم وخايفة على ابنها الوحيد، وإنها مع الوقت هتحبها. وتاني يوم بيخرج موسى مع سلمى وبيقضوا اليوم مع بعض عادي. المشكلة بقى لما بيرجع موسى البيت وبيلاقي مامته عازمة كنزي ومامتها عندهم في البيت، وده طبعا بتحاول تقرب بينه وبين كنزي علشان تبعده عن سلمى. وبيدخل موسى يكلم سلمى في التليفون وبيحكي لها، وبتبدأ سلمى تركز مين كنزي دي اللي مامتك عايزة تجوزها لك. وهنا بصراحة أنا خفت. بدأت سلمى تعمل سيرش عن كنزي، وفعلا جابت أكاونت الفيسبوك بتاعها وعرفت الجيم اللي بتتدرب فيه واشتركت في الجيم. وهنا تعبيرات وش سلمى بتقول إنها هتعمل مصيبة. اشتركت في الجيم اللي فيه كنزي وبدأت تروح كل يوم وتشوف كنزي وتراقبها. سلمى بقى عندها في الفيلا أوضة غريبة جدا، والأوضة دي محدش بيدخلها غيرها. الأوضة دي عاملة زي المعمل، فيها أزاز كتير ومواد كتير، وواضح كمان إن سلمى عندها خبرة إزاي تتعامل مع المواد دي. وبتدخل سلمى الأوضة دي وبتبدأ تركب مواد على بعضها بنسب معينة، وكأنها عارفة بالظبط هي بتعمل إيه، لغاية ما بتعمل مادة مية نار، وبتاخد الإزازة معاها وهي رايحة الجيم. أكيد طبعا أنتم متوقعين هي هتعمل إيه. وفي اليوم ده بتقرر سلمى إنها تنفذ خطتها، وبتستنى كنزي لما تخلص التمرين بتاعها وبتدخل علشان تاخد الشاور بتاعها. وبتدخل سلمى الأوضة اللي جنبها اللي بتكون فاضية، وبتشد ترابيزة كانت بره الأوضة علشان تقدر تقف عليه وتبقى شايفة كنزي من فوق. وبتستنى سلمى لما كنزي تخلص الشاور بتاعها وتقفل الدش، وبتدلق عليها من فوق إزازة مية النار، وبتبدأ كنزي تصرخ. في الوقت ده سلمى بتخرج بسرعة من الجيم. بتدخل سلمى عربيتها وعلى وشها ابتسامة وكأنها ارتاحت جدا للي حصل وللي عملته، وبعد كده بتدخل في حالة هستيرية من العياط. أما كنزي فوشها تشوه لأن الحرق اللي في وشها من الدرجة الثالثة. وبتحكي والدة موسى لموسى على اللي حصل لكنزي، وبيتعاطف معاها لكن مش قوي. وبتلجأ والدة موسى لعمه علشان يجيب لها أكبر قدر من المعلومات عن سلمى وإيه الماضي بتاعها وإيه اللي حصل فيه. وفعلا بعد كام يوم بيقدم لها فلاشة عليها كل المعلومات اللي هي طالباها، اللي من ضمنها عنوان جوزها السابق سيف. وبتروح والدة موسى علشان تقابل والدة سيف اللي بتلاقيها منهارة من الحزن على ابنها. ولما بتعرف إنها جاية تسألها عن سلمى بتطردها وبتقول لها مش عايزة أسمع سيرة البنت دي تاني. ولما بتعرف إنها جاية تسألها علشان ابنها وعلشان خايفة على ابنها بتقول لها جملة واحدة، ابعدي ابنك عنها، دي شيطانة. وفي نفس الوقت بيبدأ البوليس يحقق في اللي حصل لكنزي، وبيروح الجيم علشان يشوف الكاميرات.
وبيعرفوا إن معظم الكاميرات كانت متعطلة في الوقت ده. أما ميخا صاحب موسى معجب بدينا صاحبة سلمى، وبيحصل مشهد غريب شوية بين سلمى ودينا. سلمى بتبقى مركزة قوي في سؤالها لدينا: انتي ليه مش بتدي رقمك لميخا مع إنه بيحاول يتعرف عليكي؟ وبتقول لها دينا ميخا غير موسى خالص. وبتبدأ نظرات عيون سلمى تتغير، اللي هو ازاي يعني؟ وبتلاحظ إن دينا بتتكلم عن موسى بمنتهى الإعجاب، بتقولها قد إيه هو إنسان محترم وتقيل وناجح ومش تافه. وبتبدأ نظرات الغل تبان في عيون سلمى من ناحية دينا، اللي هو انت شكلك كده هتعجبي بموسى يعني ولا ايه؟ وربنا يستر على دينا، لأن شكل سلمى كده ملهاش غالي ومش بتحب حد يقرب من الحاجة بتاعتها. الغريب بقى إن سلمى بتروح للدكتورة اللي هي والدة موسى العيادة بتاعتها، والدكتورة طبعا بتحاول تطردها لأنها مش طايقاها، لكن سلمى بتلمح لها بشكل غير مباشر إن هي ليها يد في اللي حصل لكنزي، وإنها يعني زي ما تكون كده شمتانة. أما والدة موسى فبدأت تشوف كابوس مرعب جدا، بتشوف إن سلمى مكتفة موسى وبتذبحه. من ضمن المعلومات كمان اللي بتعرفها من الفلاشة إن سلمى كانت مخطوبة قبل كده لواحد قبل سيف لكن ما تجوزوش، وبتعرف عنوان بيته وبتروح علشان تزوره، وبتتفاجئ باللي شافته. بتتفاجئ إن كريم رجليه مقطوعة، مش مشلول، لأ رجليه مقطوعة خالص. بتشوف قدامها شاب جميل قاعد على كرسي بعجل وواضح إنه مكتئب جدا. وهنا بتخلص الحلقة الرابعة من مسلسل إقامة جبرية. لو حابين تتابعوا معايا باقي المسلسل اكتبولي في الكومنتات، ومتنسوش لايك وفولو واشتراك لقناتي على اليوتيوب.